السلام عليكم، اهلا بيكم. يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مربى الفراوله. هي طريقتها بسيطه جدا ومكوناتها معروفه لكل الناس، لكن التكنيك بتاعها بيفرق كتير جدا في النتيجه بتاعتها. وصدقوني بعد الطريقه دي استحاله ان اي حد يفكر ان انتوا عاملينها في البيت بطعم ولون وقوام. من الاخر نبدا ونشوف الفيديو بتاعنا، بس يا ريت ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه. اول حاجة هنحتاجها الفراولة. بتجيب الكمية اللي انت عايزاها. انا معايا 2 كيلو ونص من الفراولة. ولما تيجي تجيبي الفراولة بنجيب الفراولة اللي بيكون اللون بتاعها احمر قوي، بلاش نجيب الفراولة اللي بيكون فيها حتة خضراء. تاني حاجة بنجيب الفراولة المسكرة. في فراولة بتكون حادقة شوية او مززة، دي نستبعدها تماما. تالت حاجة وأهم حاجة، لما نجيب الفراولة بنجيب الفراولة الناشفة والجامدة، بلاش نجيب الفراولة اللي هي الطيبة أو المهرية. كل ما جبنا نوع فراولة كويس بتطلع معانا جودة المربى بتاعتنا عالية قوي. بعد كده بنغسل الفراولة كويس جدا، لأن الفراولة من الحاجات اللي بتشيل رمل، فلازم ان احنا نغسلها كويس جدا ونتأكد من النظافة بتاعتها. وبعدين بنقطع الزهرة اللي هي الخضرة دي بالحتة البيضة اللي تحت منها، وبننضفها كويس وبنحطها في طبق، ونرجع ان احنا نغسلها تاني كويس جدا. وبعدين بنحطها في مصفى ونسيبها تصفي المية بتاعتها، مش عايزة يكون فيها ولا سقطة مية. وزي ما انتوا شايفين قدامكم كده الفراولة نضيفة كويس جدا واتصفت من المية. نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده، ونبدأ نقطع الفراولة لقطع صغيرة، وينفع تسيبيها زي ما هي كده ما تقطعهاش، بس التقطيع بيساعد ان المربى تستوي معانا بسرعة شوية. تاني حاجة بعد ما المربى بتستوي بنلاقيها معانا قطع صغيرة، ده لو انتوا حابين ان هي تكون قطع. وبعد ما هنخلص كل تقطيع الفراولة نشوف بقى اهم حاجة معانا اللي هو مقدار السكر، علشان المربى يطلع الطعم بتاعها مظبوط جدا. انا هضيف لل2 كيلو ونص فراولة 3 كوبايات من السكر. وزن الكوباية 200 جرام. ولو هتعملي كيلو واحد من الفراولة يبقى هتضيفيله من كوباية وربع سكر لكوباية ونص. وبلاش نستقلب كمية السكر اللي احنا حطيناها، لان الفراولة دلوقتي موجودة في السوق الطعم بتاعها مسكر قوي، ولو حسينا اثناء التسوية ان هي محتاجة شوية من السكر ينفع ان احنا نضيف لها عادي جدا. وبعدين بنقلب الفراولة مع السكر كويس قوي، وبنغطيها بطبق او بستريتش وبندخلها التلاجة علشان تنزل المية اللي فيها، وكمان تطرى معانا شوية. طيب بنسيب الفراولة في التلاجة قد ايه؟ يعني لو عاملاها بالليل بتطيبيها تاني يوم الصبح والعكس. انا كنت مدخلاها التلاجة الساعة 11 بالليل، طيبتها تاني يوم الساعة 11 الظهر. وده كده الشكل بتاعها بعد ما خرجتها من التلاجة. شايفين منزلة المية بتاعتها ازاي؟ وكمان تحسوا ان الفراولة دبلت معانا وطريت شوية. نجهز بقى حلة، اي حلة عندكم بس تكون ناشفة كويس جدا، وننزل فيها الفراولة. وبعدين بناخد الحلة دي وبنرفعها على اهدى نار عندك، ولازم النار تكون هادية جدا. طيب الفراولة بتقعد على النار قد ايه؟ ده بيرجع للفراولة بتاعتك، هل انت مقطعاها كبير او صغير او حطاها بحالها. طبعا لو كنت مقطعاها صغير فمش هتاخد معاكي وقت كتير، لكن لو كبيرة او بحالها فممكن تغيب شوية في التسوية. وطبعا هي مش هتغيب معاكي عن الساعة، هي هتكون اقل كتير، وهنعرف دلوقتي التسوية بتاعتها. وطول ما هي على النار بنفضل نقلب فيها من وقت للتاني، والنار عندك بتكون على الهادي زي ما اتفقنا، علشان المربى يطلع اللون بتاعها احمر فاتح. ولما بتكون المربى واخده لون غامق ده بيكون بسبب ان النار عندك كانت عاليه، فبلاش نعلي النار علشان ناخد لون المربى بتاعتنا فاتح. وفي الوقت ده المربى غليت معانا وطلعت رغاوي زي ما انتم شايفينها كده، لازم ان احنا نشيلها، وكل ما تطلع رغاوي لازم نشيلها علشان ما تمررش المربى معانا. وهي بتغلي بندوق الطعم بتاعها، لو حسينا ان هي محتاجة سكر هنزود لها. انا ضفت لها معلقتين 2 كبار من السكر، وكان السكر بتاعها مظبوط جدا، والسكر هنا بيكون حسب الذوق. وبعدين بنقلب المربى كويس، وطول ما احنا بنقلبها بنحاول ان احنا نهرس كده الفراولة بالمعلقة علشان تستوي معانا بسرعة. وشايفين طول ما المربى بتغلي بتطلع معانا رغاوي، لازم ان احنا نشيلها. ولما الرغاوي بتروح وبتكون المربى قربت ان هي تستوي بنضيف لها نص عصير ليمونة، دي بتكون مادة حافظة ليها.
وخلاص المربى قربت ان هي تستوي معانا وان احنا نشيلها من على النار. نعرف منين ان هي استوت معانا كويس؟ هناخد معلقة من المربى ونحطها في طبق ونسيبها تبرد شوية، وبعدين ندوقها ونشوف التسوية بتاعتها هل هي مظبوطة ولا لسه محتاجة شوية. وشايفين القوام بتاعها حلو قوي، ولسه كمان لما تبرد هتكون تقيلة عن كده. نشيلها بقى من على النار ونسيبها تبرد تماما ونشوف الخطوة اللي بعد كده. وده كده الشكل النهائي بتاع المربى بعد ما استوت وبردت معانا. بصوا انا عايزاكم تركزوا على اللمعة واللون والقوام، ما شاء الله عليها حلوة جدا. شايفين المربى القوام بتاعها عامل ازاي؟ لو انتوا عايزينها قطع فانتوا هتسيبوها على كده. طبعا الشكل بتاع المربى والقوام ده يرجع لان انا طول ما انا كنت بسويها فانا عماله اهرسها بالمعلقه، علشان كده طلعت معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده بدون اي ادوات. دي كده هتكون حلوة قوي بالنسبه لكم للناس اللي بتحب المربى تكون قطع، لكن الناس اللي بتحب المربى تكون ناعمة شوية زي ما انا هعملها. هتسيبي المربى بتاعتك لما تبرد تماما، وبعدين هتجيبي عندك الخلاط او الكبة وتتأكدي ان الكبة بتاعتك او الخلاط تكون ناشفة كويس جدا، علشان لو فيها سقطة مية هتعفن معاكي المربى. وبعدين هتفضي المربى في قلب الكبة او الخلاط واضربيهم بالظبط حوالي نص دقيقة. وشايفين القوام بتاعها بعد ما ضربناها واللمعة بتاعتها حلوة جدا، تنفع معاكي في شندوتشات او تغمسي بيها او تزيين تورت وجاتوهات حلوة قوي. نيجي بقى لأهم حاجة، ازاي اخزن المربى. هتجيبي عندك برطمانات ازاز او اي علب انت حابة تحطي فيها وتغسليها كويس جدا وتنضفيها، وبعدين تسيبيها لما تنشف وتأكدي ان انت منشفاها كويس جدا، لان لو فيها سقطة مية هتبوظ معاكي المربى وتخلي المربى بتاعتك تعفن. وبعدين بنقفل العلب او البرطمانات كويس وبندخلها التلاجة، وقت ما نحتاجها بنخرجها وبناخد منها اللي احنا عايزينه. بس لما تيجي تسحبي منها تكون المعلقة اللي انت تاخدي بيها تكون معلقة ناشفة وما تكونش متعاصة اي حاجة، علشان المربى ما تبص منك ولا تعمل عفن. وطول ما انت محافظة عليها تقعد معاكي اطول فترة ممكنة من غير ما يحصل لها اي حاجة. وشايفين عملت معانا كمية حلوة قوي بطعم ولون وقوام احلى من الجاهز، وكفاية ان انتي هتكوني ضامنة ان هي معفيهاش اي مواد حافظة. اتمنى ان انتوا تجربوها بنفس الطريقة والخطوات، ان شاء الله تعجبكم. وبس كده تكون وصفة النهاردة خلصت. اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما ننساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بكل وصفاتي الجديدة.